بعد أن كان مهددا بالغياب عن دورة كأس الخليج بالرياض، عاد منتخب العراق ليقرر المشاركة في خليج 22. لعب أسود الرافدين في المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان. ضربة البداية لرجال حكيم شاكر لم تكن موفقة، وكانت مباراتهم ضد الأزرق الكويتي تسير نحو البياض والرضا باقتسام النقاط، لكن فهد العنزي قبيل الصافرة بثوان يقرر حجز النقاط كاملة للأزرق. وصلت الكرة بتسديد جول 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 بالروائع قصص الخليج. المواجهة الثانية كانت ضد المنتخب العماني، وخلالها كانت البداية مختلفة، وأنهى العراق الشوط الأول متفوقا لكنه لم يبق على الحال، فأدرك العمانيون التعادل ليحصد منتخب بلاد الرافدين أول نقطة في الدورة. مباراة العراق الأخيرة عن المجموعة جمعته بالإمارات، لكنها لم تكن تحمل من الأمل غير نزر ضئيل أجهز عليه الأبيض الإماراتي بثنائية نظيفة. العراق يودع البطولة بتذيله الترتيب بهزيمتين وتعادل، أحرز هدفا وتلقت شباكه 4. لم تكن دورة خليج 22 كما اشتهى الأسود، خصوصا وأنهم على أعتاب مشاركة قارية بكأس آسيا أستراليا 2015. في كأس آسيا أوقعت القرعة المنتخب العراقي بالمجموعة الرابعة إلى جانب كل من اليابان والأردن وفلسطين. في هذا الوقت كان حكيم شاكر قد غادر موقعه كمدرب للمنتخب، وحل محله راضي شنيشل، وبدا أن التغيير أعطى أولى ثماره بتأهل أسود الرافدين إلى دور الربع بعدما فازوا على الأردن وانهزموا أمام اليابان، ثم عادوا ليحققوا الفوز على منتخب فلسطين. أما دور الربع فكان موعدا تاريخيا أمام منتخب إيران العتيد. تقدم المنتخب الإيراني بداية، لكن العراق أدرك التعادل قبل نهاية المباراة، وبعد التمديد تقدم أبناء راضي شنيشل. خطيرة جول جول جول، الله على يونس، الله على يونس. لكن الإيرانيين عادوا في النتيجة، وتكرر الأمر مرة أخرى لتنتهي المباراة بالتعادل ب3 أهداف لمثلها. يلا يا جلال، كرة ملعوبة رأسية. أما الحسم فكان من نقطة الجزاء. فليحيى العرب ولتحيا العراق، ليحيى العرب فلتحيا العراق. في المربع الذهبي انتهت رحلة أسود الرافدين بهزيمة أمام كوريا الجنوبية بثنائية دون رد. واكتفى بمركز رابع بعد هزيمة أخرى أمام الأبيض الإماراتي في مباراة الترتيب. هدف عراقي ثاني يأتي الآن بأقدام أمجد.
بعد طي صفحة كأس آسيا، بدأ منتخب العراق مساره في تصفية كأس العالم روسيا 2018 من المرحلة الثانية، حيث كان في المجموعة السادسة والتي احتل فيها مركز الوصافة خلف منتخب تايلاند، محققا 3 انتصارات و3 تعادلات وبلا هزيمة. أما المرحلة الحاسمة من التصفيات فقد خاضها أسود الرافدين في إطار المجموعة الثانية، والتي ضمت منتخبات السعودية والإمارات واليابان وأستراليا وتايلاند. تعثر منتخب العراق في الجولة الأولى أمام كل من أستراليا، السعودية واليابان، قبل أن يهزم تايلاند في الجولة الرابعة. والركلة الركنية الآن منقولة إلى منطقة الجزاء، فرصة ممتازة بالرأس والمحاولة. الله! أخيرا منتخب العراق، شيء غير منطقي يحدث لمنتخب العراق. أخيرا جاء الثاني، مهند عبد الرحيم سجل الثاني. الكرة ملعوبة إلى اليسار، مرور وتسديدة وثم التصدي من كاوين، والكرة تسجل الآن. الله! هز الثالث، هز الثالث يا مهند، هز الثالث. أسود الرافدين يبحثون عن هدف رابع. سوبر هاتريك، يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب مهند عبد الرحيم، الله عليك. ثم عاد ليتجرع هزيمة أخرى، هذه المرة أمام المنتخب الإماراتي. في الجولة السادسة تعادل أمام أستراليا، ثم انهزم بعد ذلك أمام السعودية، ليتبخر أمل التأهل ويلعب ما تبقى من التصفيات من أجل تحسين المستوى وإثبات الذات، لا أقل ولا أكثر من ذلك. يأتي الآن عن طريق يويا على ومطالبة بركلة جزاء. سواها خليجي 23 عاد يحمل أسراره من جديد، أسرار تبوح بها المباريات، ترسمها الأرقام وتضعها في سجل البطولة. على بركة الله.